أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. تعالوا بقى نشوف اليومية بتاعتي كانت كام النهاردة وفضل ربنا عملت فيها ايه. هو النهاردة كانت 40 جنيه، بس بنتي كبشة كبشة كده واخداها يعني، بس هما كانوا 40 جنيه. في العادي انا عامله لنفسي سيستم طبعا للفطار، مادام جوزي مش هنا بصي بحاول ان انا يعني اظبط الدنيا نفطر ب10 جنيه وخلاص، لا الا لو كانت اليوميه كويسه. بس النهارده انا جبت فطار ب15 جنيه عشان عندي شويه حاجات من امبارح يعني. كنت جايبه فرخه وعندي منها صدر فرخه، وهعمل ان شاء الله النهارده اكله مش مكلفه وتنفع كمان، أكلة سريعة تنفع لو حد مغترب يعملها، تنفع في حاجات ظروف كتير قوي بجد حلوة جدا. أنا جبت النهاردة فينو وجبنة مثلثات عشان هما كانوا نفسهم فيها، فجبت لكل واحد قطعتين وبالنط صغيرة قطعة ومشي الحال يعني. كان عندي شوية اللبن دول هستخدمهم النهاردة، مش هشتري اللبن، هوفر الدنيا ايه. بخصوص اللبن حلو بقى في كده ان انا النهاردة مثلا كنت المفروض اشتري نص كيلو لبن، لا مش هشتري، انا عندي حبة هتصرف بيهم. وجبت نص رز، الحمد لله فضل ربنا الرز رخص بقى ب20 جنيه، جبت نص كيلو ب10. في واحد عندنا في السوق يعني بيبيع رز ارخص من كده، بس مش بصراحه ما روحتش يعني، مش عارفه بيبقى عنده بكام. المهم وجبت فلفل اسود وكيس السمنه، وجبت المهم صرفت ال40 جنيه كلهم، ما شلتش اي حاجه للفواتير، بس ان شاء الله هعوضها بكره لان انا برضو مطمنه لان لسه عندي بقيه الفص بتاع الصدر بتاع الفرخه يعني. انا خدت صدر الفرخه لو تفتكروا قلت لكم شيلته، فانا قسمته نصين، ده نصه وفي ان شاء الله نص تاني هعمل منه برضو ان شاء الله اكله حلوه تاني. خدت بقى الصدر زي ما هو متجمد كده فقطعته شرايح شرايح، وهرجع اقطعه قطع كمان صغيره تاني. الشرايح هنا مش رقيقة قوي، فما تيجي اقطعها يعني انا قطعتها قطع يعني صغيرة، مربعات صغيرة جدا. هي سبحان الله الصدر دوت انت ممكن تعملي بيه، انا هبقى ان شاء الله اعمل لكم بيه اكلات كتير جدا 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 يعني. انا بصراحة اما باجي ساعات يعني لو انا مش عندي الفرخة وما جبتهاش وكده، الحمد لله ربنا كرمني مثلا معايا 80 جنيه او حاجة، ممكن بقوم واخدة مثلا 35 جنيه واقول للراجل اوزن لي بانيه بيها، بس اديها لي قطعة سليمة عشان بقى انا ممكن اقطعها ستريبس تبقى صوابع رفيعة وتبقى تعملي كذا قطعة. ممكن اخدها اعملها بقى في الكبة، اعملها كفتة، اعملها ناجت. بصراحة انت لو انت عايزة توفري مثلا في اكلة مثلا وعايزة تدخلي فراخ او كده، ممكن تجيبي هو صدر فرخة بالفلوس اللي معاكي يعني، روحي قولي له عايزة ب40 جنيه بانيه مثلا او ب50 جنيه بانيه، عادي والله. اصلا انا زمان ما كنت اتحرج قوي اعمل زي كده، بس انا بعد كده لقيت الناس يعني ببقى واقفه مثلا مع واحده صاحبتي بتاع، الاقي ناس بتشتري، فبقيت انا كمان اشتري، لقيت عادي الناس كلها بتعمل كده. انا داخل عليا دور برد وانا عارفه ان والله العظيم انتوا وحشتوني جدا، انا نفسي انزل في اليوم يجي فيديوهين 3 كده من كلامكم الجميل قوي، بجد ببقى مبسوطه جدا. احلى حاجه في حياتي والله ان بقرا التعليقات بتاعتكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويجزيكم خير. ولكن انا والله لحد دلوقتي انا لسه مخلصتش الشقه يعني، ان شاء الله، بس انا بحاول اصور على قد ما اقدر لان موبايلي برضو مليان قوي، لدرجه ان حتى كتير منكم قلتوا لي نزلي الحاجه بتاعتك على الجيميل قالوا لي المساحه بتاعته خلصت. بص الحاجات عندي قد ايه والله العظيم. وكمان خدت كميه صور كتير قوي اديتها لاخويا، يعني قلت احفظها عنده، وبرضو عندي المساحه مليانه جدا. فعلى قد ما اقدر بقى حاولت اصور شويه، وان شاء الله بنزل لكم بعد ما اخلص الشقه ان شاء الله، بس ادعوا لي اخلص لان انا بعملها يعني جو تنظيف عميق شويه، عشان والله المدارس بتيجي بجد ببقى مرهقه جدا، وطلوع ونزول وواجب ومذاكره وزعيق وكل حاجه، فمبقاش فيه طاقه خالص او مفيش وقت اساسا للترويق اللي هو العميق ده. انا بقى كبشت كبشه كمان لقيت ما شاء الله القطعه اللي انا قطعتها يعني حلوين، فرحت واخده منها حبه صغيرين كده هشيلهم لبنتي، هبقى اعمل لها منها يعني. انا بصراحه بقى لي فتره نفسي اعمل لها قوي لسان عصفور كده، وفي قطع فراخ، فانا هشيلهم دول لبنوتي الصغيره، ابقى اعمل لها في وقت يعني مثلا اكون عامله اكله هي مش كل الاكل بترضى تاكله، مش راضيه تاكله بتاع، فحرام بدل ما تاكلش خالص. فاقوم عامله لها بقى شويه لسان عصفور في قطع الفراخ دي، فانا شلتهم على اساس كده. انا هنا حطيت قيمه معلقتين زيت، يا ريت بقى لو هي كانت زبده كانت هتبقى احلى كتير. وهحط بعد كده قطع الفراخ، قطع البصل تتشوح شويه، او ممكن تحطي قطع الفراخ اللي انت حباه تحطي ده او ده، بس انا هبدا بالبصل عشان البصل عندي هنا احمر فبحب ادبله. عقبال ما البصل يتشوح بقى عايزه، كان في بنوته ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها، كانت بتسالني هو انا عشان كنت المره اللي فاتت بتكلم معاكم عن موضوع الجهاز والكلام من دوت، ففي بنوته سالتني طب انا بشتغل وكان نفسي اعرف ازاي اشتري جهازي وكده. بص انا هقول لك رايي، ولو في حد ليه نصيحه ليها برضو جزاك الله خير قولوا لها. بصوا بصي قصدي انا رايي ان انت مثلا ما شاء الله لو والله اللهم بارك مثال مثلا بتاخدي وليكن 1000 جنيه بس، لان انا عارفه مرتبات البنات بتبقى قليله، فنفترض بتاخدي 1000 جنيه بس، حاولي بقى على قد ما تقدري، معلش انت كده كده بنوته ومصاريفك اكيد قليله،
هتقومي واخده مثلا، لو انت مالكيش يعني مش بتحطي مبلغ في البيت مثلا جامد، او انت كفايه ان انت اكيد بتساعدي ان انت تجيبي جهازك، دي مساعده والله. لو انت مثلا عندك ظروف وبتحطي مرتب في البيت، خلاص قللي في الموضوع دوت. لكن لو ما بتحطيش فلوس في البيت، يعني نص الفلوس بالظبط، نص الفلوس تخش بيها جمعية ضروري، لان هي الجمعيات مش بتوفر ولا اي حاجه، بس هي حلوه في حاجه واحده، بتقرب البعيد بقى بالنسبه لك انتي، بالنسبه لحد بيتجوز، خالتك بقى، مامتك، حد جيرانك يدخلوكي التالت ولا الرابع، اكيد مستحيل هيدخلوكي الاول والتاني والكلام ده. تقبضي الجمعيه وتجيبي على طول اي حاجه في الجهاز بتاعتك، وابدأي بالحاجات الغاليه كمان، عشان الحاجه عماله تغلى، وعشان تخلصي البلاستيك خليه في الاخر، عشان خاطر تبقى يعني ما يقعدش عندك كتير وتبقى خامته تقل. يعني ما تبدأيش بالرفايع، ابدأي بالحاجات الغالية، حاولي ان انت بس تعملي جمعيات. طب انت مش هتعرفي تعملي جمعيات، تعالي على نفسك مثلا شهر لجهازك او شهرين لجهازك وشهر لنفسك تشتري الحاجة اللي انت عايزاها. بس الجمعيات بتربطك ان انت لازم هتشيلي حاجه على جنب، لازم، مستحيل مستحيل هتيجي في شهر تقولي لا اصل انا المره دي عايزه اشتري لبس، اصل انا النهارده لا عايزه اخرج مع اصحابي الشهر ده مش عارف ايه، لا، فهتلاقي حد يقولك لا هاتي الجمعيه. فانت والله احسن حاجه تربطي نفسك في جمعيه، ويا ريت لو حد يكون قريبك، يعني على اساس يدخلك على طول التالت الرابع مش عارفه ايه، تقبضيها قريب تجيبي على طول قبل ما الحاجه تفضل تغلى تغلى. مره على مره تلاقي نفسك جبتي، بس انت حطي في نفسك في دماغك الهدف، واكتبي كده ورقه الحاجات اللي انت عايزه تجيبيها والاولويات بتاعتك الاول، وهاتي. طب انت لو انت مش عارفه، ربنا لسه ما رزقكيش يعني، ومش مخطوبه ومش عارفه انت هتجيبي ايه، ممكن تشيلي دهب، ممكن تجيبي في دهب وتشيلي، بحيث ان الدهب برضو بيرفع. وبعد كده اصل انت ممكن واحد يكرمك بواحد مثلا عنده الحاجه، او مثلا كان مرتبط قبل كده، او حصلش نصيب يعني كان خاطب او كده، او جايب الحاجه، او هو مثلا كان بيجهز. يعني اعرف واحده صاحبتي لسه بتحكي لي خطيبها جايب الستاير والسجاجيد والمكوى وحاجات كده هي شاريها كلها، فبتقولي طب انا مش فاهمه ازاي هو جايب الحاجات دي ليه، هو مش سيستم يعني. فانتي الاحسن ممكن تشيلي، لو انت مش هتعرفي تجيبي حاجه جيبي دهب على طول، هتفرحي بيه دلوقتي وبعد كده هينفعك بعدين، هتلاقي القيمه بتاعته بتعلى، احسن حتى ما تشيلي اجهزه مثلا وتبوظ عندك. ربنا يا رب يوسعها عليك يا رب، ويرزقك بالزوج الصالح. بس انا عايزه اقولك على نصيحه عامه عامه والله العظيم. استنى اقولك بس حاجه، انا اسفه، انا بعد ما حطيت هنا البصل، حطيت قطع الفراخ، شوحته كله بقى مع بعضه، وهنزل بشويه البهارات اللي عندك، انا هحط فلفل اسود وهحط الملح واحط واحده مرقه دجاج، اي بهارات عندك بتحبي طعمها في المرحله دي حطيها. بص بقى النصيحه الحلوه قوي انا عايزه اقولها لكم، والله العظيم هتفرق في حياتك كلها. اما تيجي تدعي ما تقوليش يا رب ارزقني الزوج الصالح، ما تقوليش يا رب رزقني اتجوز بس واجيب نونو وخلاص يا رب، والله بعد كده ان شاء الله اتطلق ان شاء الله، مش عارفه على فكره الكلام ده ممكن بيحصل، والله العظيم اللي بتتمنيه بيحصل لك، فتمني لنفسك احسن حاجه. طب انا ليه بقول لك ما تقوليش يا رب ارزقني بالزوج الصالح؟ يعني ليه؟ عشان انت المفروض تقولي يا رب ارزقني بالزوج الصالح المتفاهم الكريم الحنين، اللي اهله محترمين طيبين، اللي يعيني على طاعه الله. ما تنسيش ولا دعوه، ما تنسيش ولا دعوه، عشان هو ممكن يكون واحد غني بس بخيل، ممكن يكون واحد متعلم في مكانة عالية وكويس قوي ومرموق وكل حاجة، بس رخم او مش طيب يعني ينكد عليكي برضو، او ممكن يكون اهله مثلا مش كويسين هيأثروا عليه. فانتي ما تنسيش تدعي الدعوة كلها كاملة، مشيها بقى عامة في حياتك في كل حاجة، يعني في كل حاجة في حياتك تدعي الدعوة كاملة. يعني والله العظيم انا كانت واحدة صاحبتي دايما كانت تقول يا رب ارزقني يا رب ابقى ام وخلاص ان شاء الله اتطلق، يا رب ابقى ام وخلاص ان شاء الله اتطلق. اول ما اتجوزت وحملت اتطلقت على طول. قلت لها انت اللي كنت بتدعي انت اللي كنت بتدعي الدعوه دي، انت تمنيتي كده سبحان الله. انا هنا حطيت بقى كوبايه اللبن اللي كانت فاضله معايا، يعني انا مش انا كنت شايله شويه لبن كده، هم عملوا معايا الكوبايه الصغيره قوي دي، مش مشكله، دي بدل الكريمه اللباني والحاجات دي. فانا حطيتها وكمان زودت بقى شويه ميه، حطيت كمان كوبايه ميه لان انا حاطه واحده مرقه دجاج، ممكن تحطي شوربه، ممكن تزودي لبن تاني بيكون احلى. وهحط بقى شويه ميه معلقه دقيق كده وهقلبها واحطها برضو دلوقتي. انا الناحيه التانية بقى بعمل رز ابيض، بس بقى لو كنت عامله حسابي كنت ممكن اسقيه شويه لبن زياده، يعني في الحاله دي لو كان معايا لبن تاني كنت هسقي شويه اللبن اللي هو اللبن ايه الرز الابيض ده كنت هسقيه شويه لبن، وبزوده شويه فلفل اسود، بيكون طعمه حلو قوي ونكهته حلوه، او ممكن اعمله بالخضار، او ممكن اعمله جنبه خضار مشوي، فالاكله دي بتبقى حلوه جدا بالطريقه دي. بكاتا اللي هي ايه الرخيصه هوريها لك دلوقتي. هنا بقى كنت دوبت شويه الدقيق في بقيه الميه، وبعد كده هنزل بيها على الخليط ده كله وهسيبه يغلي غلوه كده حلوه.
هتلاقيه تقل كده وبقى عامل زي البشاميل اللي هو تقيل شويه. عقبال ما يتقل بقى هقولك على حاجه. اصلي برضو كان في بنوته ربنا يبارك فيها يا رب، كانت بتقولي على موضوع الجواز والكلام ده، قلت لها ان شاء الله هبقى احكي لك على حاجه. والله في 3 حاجات عايزه اقولك عليها، بس مش هلحق متهيألي في الفيديو ده، فهقولك على حاجه منهم. ان كل وقت بتصبري فيه ربنا بيعلي درجتك وبيديكي منزله اعلى. كل ساعه انت منتظره فيها الحاجه اللي انت عايزاها بتاخدي منزله اعلى عند ربنا. متهيألي انت كده هتستمتعي وانت صابره، وبعد الصبر بشرى. مفيش ابدا صبر من غير بشرى، بعد الصبر جبر، سبحان الله. وتأكدي ان في الاخر هيبقى عندك مفاجأة كبيرة قوي. هحكي لك بسرعة عن قصة والله العظيم. يعني انا في ايام دراستي، يعني احنا كلنا كنا شوية بنات كده، يعني يعتبر كلنا يعني بنصاحب لشكل بعض، كلنا كنا يعني اخلاق واحدة وطبع واحد قريب من بعضينا، يعني عشان كده احنا مصاحبين بعض. فالمهم احنا كلنا اتخطبنا ما عدا واحدة بس، كانت احلى واحدة فينا والله العظيم، كانت بجد حرفيا ما شاء الله اللهم بارك، كانت احلى واحدة فينا. كانت محترمة جدا واهلها ناس كويسة جدا، وكانت شكلا ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، يعني اللي هي ما شاء الله مميزة. المهم احنا كان بيجيلنا خطاب كتير وبنرفض بقى وما نرفضش، واللي اتخطبت واللي اتخطبتش كده. هي ما كانش بيجيلها حد خالص بجد خالص. فكانت هي بصراحة مستغربة الموضوع ده، وجت تتكلم معايا في الموضوع ده. قلت لها مش عارفة، بس اكيد ربنا شايل لك حاجة حلوة قوي. هو هنا عندي كان النور قطع، فانا بحاول اصور لكم بقى الطبق في الاخر وانا بغرفه والنور قاطع. قعدت سنة ورا 2 ورا 3 ورا 4 ورا 5، وفعلا ما بيجيلهاش حد برضه. مرة واحدة بقى ربنا عوض عليها. والله العظيم انا عندي قصة جواز برضه هقولها لكم ان شاء الله مرة، بس بفكروني يقشعر لها الابدان والله العظيم. بس المهم البنت دي بعد ما صبرت كده جالها بقى واحد والله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يسعدها يا رب ويكملها على خير. حقق لها كل حاجة كانت بتحلم بيها، وما كانتش بتحلم بيها برضو، يعني ما شاء الله اللهم بارك، زي ما هي كانت عايزة بالتفصيل الممل. يعني هي ما تغضتش عن اي حاجة سبحانك يا رب غير ما لقيتها فيه. فربنا بيعوض. هو ده الطبق اللي انا كنت عاملاه النهارده، بس انا هوريكم انا كمان. انا ساعات بعمل رز بالخضار ازاي، فهوريهولكم برضو. ده كنت عاملاه مرة قبل كده يعني، عشان لو حابة تجددي. وممكن هي البيكاتا دي لوحدها كده لو سلقتي معاها شوية مكرونة هتبقى حلوة برضو جدا، بعملها ساعات. كفاية رغي بقى وسلام.